في الفيديو ده ان شاء الله رب العالمين هتحول من ميح لدحيح في المعادله الصعبه والمعادله اللي ما حدش عارف يعملها. اولا كان مسج انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان مسج انك تنضم لجروب التليجرام هتلاقيه تحت في الوصف اول تعليم مثبت. طيب النهارده هقول لك على شويه غلطات وشويه نصائح تعملهم عشان ان شاء الله تعدي الفتره اللي جايه دي على خير وتعدي الثانويه العامه على خير. فقبل ما نبدا كده مسج انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمان مسج تدعي لجدي بالرحمه. جدي توفى الاسبوع اللي فات او اللي قبل اللي فات يوم الخميس. عاوز كلكم تدعوا له بالرحمه ان شاء الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه في فسيح جناته. طيب اول حاجه عاوز اتكلم عنها باختصار بسيط كده، الا وهي بين قوسين كده لم المتراكم زائد ان انت تبدا في الجديد وتسابق نفسك وتحسن من نفسك. طيب اول حاجه كده عاوز اتكلم عنها في حيث لم المتراكم، الا وهي الجدول. لازم تعمل جدول في الثانويه العامه عشان تتخطى المتراكم، والجدول ده يا اما اسبوعي يا اما يومي، ويفضل ان هو يكون اسبوعي عشان تشوف انت قررت ايه او وصلت لايه في الاربع اسابيع بتوعك. طيب اول حاجه كده لازم تشوف بقى اللي انت بالاولويات بتاعتك تحطها في الجدول. وراك مثلا كيمياء، لا كيمياء اهم من احياء، كيمياء مثلا اهم من العربي، وهكذا. تبدا تشوف الاولويات تكتبها في الجدول، تبدا تتابع مع نفسك كل يوم. طيب دلوقتي لو انت مش عارف تعمل جدول او مش عارف تلم المتراكم وزهقت من الثانويه العامه وتعبت وخلاص جبت اخرك او حاسس بيك والله، جبت لك دلوقتي اكاديميه الرحله اللي بيقوم عليها انا ومهندس اكرم خالد. هي اكاديميه الرحله باختصار بسيط هي بتقوم برقم واحد في دعم علمي ودعم نفسي. الدعم النفسي هيأهلك كطالب ثانويه عامه من ضغط الثانويه العامه خالص وينهيهولك. تاني حاجه الدعم العلمي، لو انت عندك اي سؤال واي حته مش فاهمها انت في اي ماده هنبدا ان احنا نوضحها لك. طيب تالت حاجه هيكون في تيم متابعه يوميه واسبوعيه. التيم المتابعه ده هيعمل لك جدول على حسب اولوياتك، زائد ان هو هيتابع معاك في اخر يوم انت وصلت ليه لحد ما تخلص المتراكم بتاعك. رابع حاجه هيكون في ميتنج اسبوعي كل يوم جمعه نجمع فيه الطلبه كلها نحل مشاكلهم نشوف ايه اللي هم عاوزينه ونحققه. طيب اخر حاجه في اكاديميه الرحله او في المتابعه بتاعك اكاديميه الرحله، ان انت لو عندك اي حاجه انت مش فاهمها او استفسار تبدا انت تبعت للتيم وهو هيرد عليك. لو انت عاوز تنضم لاكاديميه الرحله بسعر رمزي جدا وانا جايبها لك كهديه والله عشان اساعدك كطالب ثانويه عامه، اتصل مع رقم اللي قدامك دلوقتي واتس او تليجرام وهيبعت لك كل التفاصيل. نرجع لمضمون الفيديو. طيب يا سيدي، تاني حاجه عاوزك تعملها في شهر 11 الا وهي ان انت لازم تركز في الفتره الجايه ان انت داخل على حته الشتاء، والشتاء يعني الليل طويل والنهار قصير، فبالتالي هتلاقي الايام بتجري معاك بسرعه 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 وانت مش حاسس. يعني احنا كنا بالامس يوم 1/11 النهارده 8/11، فهتحس ان الشتاء هيجري معاك. هتفوجئ ان انت دخلت على شهر رمضان. شهر رمضان هتفوجئ ان هو خلص معاك. ليه؟ يوم صيام، يوم كذا، يوم عزومه، يوم كذا، هتلاقي نفسك خلصت شهر رمضان. خلصت شهر رمضان يعني انت دخلت في شهر 4 بالك 4 و5 وشهر 6 الامتحانات. فانا عاوزك تركز الفتره اللي جايه دي هي الفيصل بالنسبه لك كطالب ثانويه عامه. المعادله بتاعتك هي انك كطالب ثانويه عامه تبدا انك تركز الفتره الجايه وتشوف ايه اللي انت بقى هتعمله. هتخلص المتراكم تبدا في الجديد تشوف دنيتك عشان تفوق للفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه مش سهله وهي اللي هتفرقك ما بين طالب شاطر او تحولك لطالب فاشل او كل حاجه. هي اللي الفتره الجايه هي فتره تحديد المصير. فكطالب ثانويه عامه حاول ان انت تقارن نفسك بامبارح، تشوف حسن من نفسك. وتاني حاجه ما تقارنش نفسك بزمايلك عشان ما تحبطش. والفتره اللي جايه عاوز واحد قوي، وحط مقوله كده في دماغك، الراحه لا تدرك بالراحه. يعني انت مش هتقعد في بيتك ونايم على السرير كده وتقول ده انا هطلع من اول الجمهوريه، لا انت لازم تسعى وتجتهد وتتعب عشان تحقق حاجه زي دي. انا كطالب جامعه خلصت امتحانات الميد النظري ودخلت على العملي، بقى لي 3 اسابيع بمتحن حرفيا ومستحمل. ليه؟ هي مفيش حاجه هتيجي بالراحه، كله مشقه، كله تعب عشان توصل للحاجه اللي انت عاوزها. محدش هيكون وصل اللي هو حاجه هو عاوزها بالراحه، لا كله قد خلقنا الانسان في كبد. فانت اسعى واجتهد وسيب يعني كل حاجه ان شاء الله ربنا يحققها لك، بس اتعب ووري ربنا ان انت قادر تعمل كل حاجه. ربنا قادر ان هو يعني هو ربنا حاطط لك مقدره لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا حاطط لك مقدره انت الوحيد اللي تقدر تستحملها. ربنا مش حاطط عليك مثلا عبء مادي او عبء مالي او عبء اسري او كذا. ربنا ميسر لكل انسان ظروفه. فانت حاول بقى ان الفتره الجايه دي تفوق لنفسك حرفيا. لو انت استغلتها صح هتعدي، يعني هتفرق كتير جدا منك كطالب ثانويه عامه في الفتره اللي جايه. وعاوز اشوفكم ان شاء الله كده كطلبه جامعيين زمايلنا ان شاء الله. ودي تاني سنه لينا على الطوارئ في اكاديميه الرحله وفي فيديوهات اليوتيوب. اللي ما شافنيش انا دكتور فارس نشأت. اتمنى ان انا اكون زميلكم في يوم من الايام، واتمنى ان نوصل للشهره كلنا ان شاء الله رب العالمين. وبس كده، والسلام عليكم.